الفوز على البنك الاهلي 3-0 حاجه كويسه، ولكن هل النتيجه دي واقعيه؟ اطلاقا لا. الواقع بيقول ان انت كنت امبارح تخسر 2 و3، لان انت البنك الاهلي شايط عليك 19 شوطه، واصل ال 18 بتاعتك بتاع مثلا 8 9 10 مرات. الاكس جي بتاعه اصلا كان هدفين وانت الاكس جي بتاعك صفر، ولكن كرم ربنا والتوفيق معاك وستر ربنا معاك، فبالتالي انت عرفت ان انت تخرج بالنتيجه دي باكبر مكسب ممكن وحاجه غير متوقعه. ولكن ما تيجي نعمل كده، ما تيجي نستفيد ونشوف ايه هي السلبيات اللي عندنا ونحولها لايجابيات، ونشوف ايه هي الايجابيات اللي عندنا ونطور منها وتكون سلاح فتاك. ولكن كابتن معتمد جمال، ما تيجي نعمل كده. كابتن معتمد، انت لازم تسهل الدنيا عليك، لازم ما تعصلكش الدنيا، لازم تكون حازم اكتر من كده، لازم تكون عادل اكتر من كده. بمعنى تيجي كده ايه، نفصفص الكلام. كابتن معتمد جمال، انت بدات المباراه دي غلط، بدات بنفس مباراه الاتحاد اللي هي اصلا كانت غلط وستر ربنا خرجنا متعادلين، ولكن انت بدات برضو بان انت بنفس التشكيله اللي فيها مشاكل كتير قوي، مصمم تلعب بخطه ال 4-2-3-1، ومش عارف هل الادوات اللي عندنا تقدر ان هي تطبق الخطه دي، ولا 4-2-3-1 ولا 4-3-3 تمشي مع الزمالك. انت ما عندكش وينجات، ما عندكش وينج قوي تقدر ان انت تعتمد عليه او تبني عليه التشكيله. من الاخر خوان بيزيرا كان هو اللي منجحك في التشكيله دي، ولكن انت لازم تغير الخطه. ما تيجي نرجع مثلا للحاجه الكلاسيكيه بتاعتنا القديمه، وان انت تلعب بجبهه مكونه من طارق السيد وطارق السعيد. جبهه زي كده كانت بتشكل خطوره وما كانش في حد في مصر بيقدر يقف قصادها. عندك ايشو فتوح بنتايج، تقدر ان هما الاثنين يلعبوا في جبهه واحده وتلعب بخطه ال4-4-2، تلعب باثنين مهاجمين ويبقى عندك مثلا بنتايج وايشو او بنتايج وفتوح الاثنين ماسكين جبهه، عندك محمد ابراهيم وعمر جابر الاثنين ماسكين جبهه. على الاقل ضمنت ان انت الجبهه دي هتكون قويه دفاعيه، وان انت ما يجيلكش من وراها مشاكل، او مثلا ان انت ما يجيش من اي جبهه منهم اهداف. عندك واحد هجومي واحد دفاعي، الاثنين يعملوا روتيشن. عندك عمر جابر ممكن تستغله في ان هو يخش في نص الملعب، ومحمد ابراهيم يطير من الجبهه اليمين. عندك حلول كتيره قوي، ولكن فكره ان انت بتلعب 4-2-3-1 وبتلعب بعدي الدباغ جناح، دي بالنسبه لي اسوأ قرار ممكن ان انا اشوفه. عدي الدباغ هو اولا ما بيعرفش يلعب جناح، ولكن هو الواد عشان خاطر الظروف بيلعب جناح غصب عنه. ولكن عدي الدباغ خطورته كلها، يعني هو خطير وهو جناح، ولكن خطورته كلها وراس ماله جوه ال 18. انت بتبعده وحاطط جوه ال 18 حد تاني، واحد تاني هنجيله كمان شويه. ولكن عدي الدباغ لازم يقرب اكتر من الجون. عندك حسام اشرف تبني على المستوى اللي هو عمله وتقربه للجون وتلعب ب 4-4-2 لحد ما ناصر منسي الكرش بتاعه ينزل ويتدرب اكتر ويجيب فورمته ويبدا يخش، يبقى عندك 3 مهاجمين تقدر ان انت تبني عليهم، ويبقى عندك بقى زي ما قلت لك في كل جبهه في 2 3 لعيبه تقدر ان انت تعتمد عليهم. الموضوع سهل وبسيط من وجهه نظر انا. لازم يعني مش بقول لازم، ولكن بشوف ان ده افضل حل. انت ما عندكش الادوات اللي انت تلعب بيها 4-2-3-1، ما عندكش الكلام ده. خلينا متفقين في حاجه زي كده. فبالتالي اول حاجه لازم كابتن معتمد جمال يعملها ان هو يغير الخطه. تاني حاجه لازم يكون حازم اكتر من كده. كابتن معتمد عادي جدا تقعد اي لاعب في الزمالك ما فيهمش اصلا لاعب جامد جدا ازعل عليه، الجامد اللي فيهم قاعد في فاتح لايفات تيك توك، ولكن انا الباقي كله سواسيه. يعني خليك حازم اكتر من كده، ما تخليهمش يشوفوا نفسهم عليك. غير كده الزمالك لازم يغير المدرب بسرعه، لان انت كده كابتن معتمد عليه علامات استفهام كتير فنيا، ولكن يقدر ان هو يعدلها. ولكن لازم يكون حازم اكتر من كده، لازم يكون شرس اكتر من كده. عادي جدا ان ناصر منسي ما يلعبش، هيروي يبوظ ويمشي، مش فارقه كتير معانا. فتوح مستواه وحش يقعد على الدكه، يخرج هيروي يبوظ ويمشي هو كمان. فخليك حازم اكتر من كده وخليك عادل. خليك عادل عشان خاطر العدل ده اللي ممكن يطلعك بمكاسب الموسم ده. خلاص انت الاساسيات بتاعت اي مكاسب لاي بطوله مش عندك، ولكن خليك عادل بقى. يعني انت عندك الاساسيات بتاعت العدل، يعني طبق العدل. الناشئين لازم تاخد فرصه. يعني انت امبارح لسه مستكشف ان محمد السيد ممكن يجي منه امل ان هو يلعب اساسي، لسه مستكشف ان احمد ربيع ممكن يجي منه امل ان هو يلعب اساسي وان انت تشتغل عليه اكتر وان هو يتطور. ايشو، عندك حسام اشرف، اللعيبه دي كلها طلعها كده واديهم فرصه، على الاقل تقوي السكواد بتاعك. ما انت كده كده السكواد ضعيف، الناشئين هم اللي هينقذوك الموسم ده وهم اللي هيخلوك تنافس على اي بطوله.
هم اللي هيخلوك تنافس على اي بطوله يا كابتن معتمد، لان انت لو ما طبقتش الكلام ده رحيلك اسرع بكتير من ان انت تستمر، هيبقى اسرع بكتير. يعني انت هيبقى اخرك هتقعد شهر شهرين وهتمشي وهيجي مدرب تاني اجنبي، ولكن طبق الكلام ده، طبق العدل، ربنا هيكرمك. اللعيبه دي لازم تاخد وقت، تطلع 2 3 كمان. الفرنسي وكل اللعيبه دي طلعها على الاقل السنه اللي جايه انا استفيد. ما انا عارف ان السكواد بتاعي السنه اللي جايه هيتغربل، همشي كل اللعيبه اللي عندي دي تقريبا، همشي 12 13 لاعب وهجيب 12 13 لاعب تاني. فانا ممكن اوفر عليا فلوس بان انا اطلع لعيبه ناشئين اقوي بيها الدكه اللي عندي، او ان انا بدل ما اشتري 12 13 لاعب لا انا هشتري 7 8 ويبقى عندي 5 6 من الناشئين اقوياء يكملوا ال7 8 اللي الناحيه الثانيه دي، تبقى انت كده بقى سكواد قوي، توفر فلوس ليك انت للمستقبل. يعني ده بغض النظر يعني ان هم ممكن ينقذوك الموسم ده زي ما نقذوك في مباراه الاتحاد. فانت لازم يا كابتن معتمد تدي فرصه للناشئين اكتر من كده وتلعبهم، ولازم تغير الخطه مش راكبه خالص على كل اللعيبه اللي عندك. انت عندك اصلا يعني زي ما قلت لك عضي الدباغ، محمد شحاته تايه لوحده يعني في نص الملعب. العب بقى، ادي فرصه للعيبه دي وغير الخطه، على الاقل تحمي خط دفاعك. خط دفاعك يا عيني مش عارف يلاقيها منين ولا منين، مش عارف يلاقيها من الجبهه اليمين ولا من الجبهه الشمال. ولكن لما تلعب بالاثنين في الجبهه اليمين محمد ابراهيم وعمر جابر، على الاقل خط دفاعك مش هيبقى مركز في الجبهه دي، لان هو عارف ان في اثنين هنا هيامنوها، والاثنين عندهم القدره ان هم في التحولات يفيدوني. عندك بنتايج وايشو، بنتايج وفتوح برضو، تبقى عملت جبهه هنا وجبهه هنا من لا شيء حرفيا. زائد كمان مباراه البنك الاهلي اثبتت ان انت في التحولات قوي جدا، في التحولات تبقى صداع لاي فريق. ممكن ندرك كلنا كجماهير زمالك ان الزمالك ما عندوش القدره ان هو يسيطر ويستحوذ ويلعب سكسي فوتبول، ما عندناش القدره ولا الامكانيات ولا اي حاجه، ولا مدرب ولا لعيبه يقدروا يلعبوك الكوره اللي انت شايفها بقى مدرسه الفن والهندسه. باشا العب لي اجلي فوتبول، انا السنه دي العب لي اجلي فوتبول كده، ده فعلي. انا مش عايز اهاجم، هلعب قدام ايا كان مين، مش عايز اهاجم. خلي الكرة مع اي فريق والعب انت على التحولات. طبعا الفرق الصغيره دي استثناء، ان انا لازم انزل اكسب، وكده كده انت لما بتجيب جون واتنين تبدا ان انت تسيطر وتستحوذ. زي مباراه البنك الاهلي لحد ما النتيجه 1-0 كنت متقطع، ولكن لما جبت التاني بدات تسيطر شويه وتستحوذ شويه وتفرض اسلوبك اكتر. طب ما تيجي نعمل كده، نستغل ان انت قوي في التحولات وعندك اللعيبه اللي عندها القدره ان هي تلعب على التحولات، وما عندكش اي فريق في الدوري قوي دفاعيا، ما عندكش فريق قوي دفاعيا يقدر ان هو يسد في التحولات بتاعتك، وانت عندك اللعيبه اللي عندها قدرات ان هي تعمل حاجه زي كده. طب ما تيجي نعمل كده، دافع عادي جدا قدام الفرق اللي هي السبعه الكبار. يعني بتتكلم سيراميكا، اهلي، بيراميدز، البنك الاهلي، ايا كان مين بقى الباقي. يعني مش عارف، انا مستعجب ان انا اقول سيراميكا والبنك الاهلي من السبعه الكبار، لان الوضع يحزن على المصري والاتحاد والاسماعيلي يعني. ما علينا، ولكن قدام الفرق اللي بتعرف تلعب كوره او الفرق اللي ممكن توقع منك نقط، طب ما تدافع. ما عنديش مشكله، يا عم امسك الكوره عليا، ولكن لو هطلع في النهايه ان انا كسبان دوري او واخد دوري ابطال اعمل كده. امسك الكوره، الفرق اللي قدامي مش هتعرف ان هي تستحوذ بنسبه كبيره، وانت كده كده كله بيبقى متوقع ان انت اللي تستحوذ، وانت لما بتستحوذ ما بتعملش حاجه. طب ما تسلم الكوره للفرقه الثانيه، على الاقل فاجئهم ان هو انتوا مش مستنيين ان الكوره تبقى معايا، يا عم خد الكوره والعب انا على التحولات، لان انا عندي الاسلحه اللي هي تقدر تفيدني في حاجه زي كده، واللي هي تقدر تساعدني في حاجه زي كده. بس فده كانت وجهه نظري عموما في مباراه البنك الاهلي والزمالك، اللي كابتن معتمد جمال لازم يغير من اسلوبه، لان لو ما غيرش من اسلوبه هو هيتغير بنسبه كبيره قريب، بنسبه كبيره. لازم يكون في مطور اداء ومعد بدء، لازم نشتغل اكتر من كده. بجد انا بتمنى ان يبقى في ايقاف دولي دلوقتي، في دلوقتي مصر تلاعب رواندا ولا بروندي ويجي ايقاف دولي دلوقتي يخلينا اشم نفسي شويه، لان انا حاسس ان انا مضغوط، حاسس ان انا قلق، حاطط ايدي على قلبي في كل مباراه، وانا بالفعل حاطط ايدي على قلبي. مش عايز ان الوضع ينهار، لان والله لو الوضع انهار اللعيبه اللي عندك والمدير الفني ومجلس الاداره مش هيتحملوا الضغوطات اللي انت ممكن تعملها كجماهير بقى في المدرج وعلى السوشيال ميديا. بغض النظر عن اللجان، محدش فيهم هيقدر ان هو يستحمل الضغط. وعشان كده انا مبسوط بجمهور الزمالك اللي قاعد بيدعم بشراسه، مش مركز في اي حاجه تانية، لان هو عارف ده،
هو عارف لو ضغط، انا بتكلم هنا على جماهير المدرج، عارف لو ضغط وشتم وعمل 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 مجلس الاداره هينهار. بقى في بعدها هتلاقي المدير الفني، هتلاقي بعدها اللعيبه اللي هي اصلا كله شخصيته مهزوزه. فانت بتحاول تديهم الثقه بحيث ان انت تطلع باكبر المكاسب الممكنه الموسم ده، تخطف لك بطوله، تاخد لك دوري، كاس مصر على سوبر مصري، تمام يعني هتقبلها. والله قلت لك افريقيا حلوه وحلوه ومش صعبه، يعني الفوز بالدوري اصعب بكتير من الفوز بافريقيا. افريقيا كلها 8 9 ماتشات، 10 ماتشات، 10 ماتشات منهم نصهم على ارضي اكسبهم كلهم، الماتشات اللي بره ارضي اتعادل ابقى واخد البطوله. فيعني اتمنى نسهل الدنيا على نفسينا، اتمنى ان احنا يعني نحاول ان احنا نعمل حاجه. كابتن معتمد اتمنى تشتغل بالعلم شويه، تكون حازم اكتر، يعني خد راي المحلل الاداء، جيب مطور اداء، اطلب لان انت اول واحد قدام المدفع. ساعتها جماهير الزمالك مش هترحم حد وقتها، وهتنسى الدوري اللي انت جبته، مع ان ده حاجه يعني احنا بنشكرك عليها. ولكن حاول ان انت تكون السنه زي السنه اللي فاتت كنت عادل شويه، كنت بتاخد بالعلم شويه، كان بيبقى في محلل اداء وفي معد بدني والكلام ده كله، فربنا كرمك. فالسنه دي انا مش شايف ده. حاول ان انت تشوف ايه هي نقاط قوتك وطورها، نقاط ضعفك وداريها. مش لازم ان انت تبقى مستمر باصرارك ان انت تلعب بالخطه الكلاسيكيه بتاعتك. خطتك المفضله حاجه، والخطه اللي لايقه على اللعيبه بتاعتك حاجه تانية. يعني انا مثلا بحب العب ب 3-5-2، انا بحب العب بالخطه دي المفضله عندي. ولكن هل السكواد بتاع الزمالك ان هو يقدر يعمل حاجه زي كده، او يقدر ان هو يلعب في الخطه دي؟ لا، لان انا ما عنديش الادوات. فانا ما ينفعش ان انا العب 4-2-3-1، لان انا ما عنديش واحد يلعب كرقم 10 يفيدني في حاجه زي كده، ما عنديش اللاعب اللي يخرجني بالكره، ما عنديش اصلا اجنحه تسبب صداع على طول للفرق اللي انا هلاعبها، ما عنديش الكلام ده كله. العب 4-4-2 على الاطراف بقى، وان انا اعرض للعيبه اللي جوه ال 18 والعب على التحولات اكتر. دي حاجات كتير قوي يعني ممكن تفيدني. بس عموما ده كان كل حاجه. اتمنى صديقي يعني ان شاء الله يكون القادم افضل، ده اتمناه من كل قلبي، لان الوضع الصراحه ما يبشرش. ولكن ادينا ماشيين خطوه خطوه وتاتا تاتا، ونشوف الوضع هيرسى على ايه. وبس كده، سلام.